عشان اقول وياه الحياة هتحلى وانا معاه، هو ده اللي انا بتمناه، واللي عيني شايفاه احساس انه احلى واغلى الناس، خلى قلبي يقول لي خلاص اهدى بقى لقيناه. يا ريت لو رفيف تعرف كل حاجة. انتي ايه اللي قلتيه الآن؟ قوليلي ايه ده؟ انتي ايه اللي قلتيه الآن؟ انتي مريم اختي، وشايفة البنت ياسمين دي هي بنتك انتي. يا ريت لو رفيف تعرف كل حاجة. يا ريت يا ريت لو كانت تعرف كل حاجة. يا ريت لو كانت جنبي الآن. يا ريت لو كانت سامعاني. يا ريت لو كانت تعرف ان انا شو اللي صار فيني في الماضي لحد ما وصلت للمكان ده، بعد التعذيب وكل حاجة. انها حبستني في مكان من انا صغيرة، وكمان حاولت انها تكذب. انا كنت احاول انه رفيف تعرف كل حاجة، بس ما قدرتش افهمها، ما قدرتش اوصلها الحاجة المهمة دي. لازم تعرف ان انا اختها. لازم. اكيد هي اتوجعت لما قالوا ان انا مت، ان انا صغيرة، بس انا لا، انا عايشة معاها في نفس البيت ولساتني بتألم لحد ما تعرف ان انا اختها الحقيقية. انا مريم، انا يا رفيق، انا مريم. يا ريت لو كنت بتسمعيني الآن. يا ريت لو كنت معايا الآن وتعرفي كل حاجة، وتعرفي كل الحياة اللي مخبياها ديما. مريم، رفيف، قصدي السيدة رفيف. انتي ايه اللي قلتيه الآن؟ قوليلي ايه ده؟ انتي ايه اللي قلتيه الآن؟ قوليلي انتي مريم اختي؟ مستحيل. رفيف، قصدي السيد رفيف، انتي سمعتي كل الحكي اللي انا حكيته؟ انا سمعت كل حاجة يا مريم. انا كنت حاسة اختفائك كان صعب شوية، وكمان كان مستحيل. اختي رفيف، لا انا مش مصدقة. اختي انا مش مصدقة خالص. انا مش مصدقة. هي عملت فيكي كل ده؟ هي خلتك تبعدي عني كل ده الوقت؟ هي اللي عذبتك؟ قوليلي بس، قوليلي انا راح اقتلها. قوليلي انا راح اروح اقتلها. لا رفيف، ما تروحيش. وكمان هي بصفتها مين عشان تشغلك خدامة كده؟ بصفتها مين عشان تخدمك خدامة هنا في القصر تبعها؟ انا راح اقتلها يا مريم. اوعدك ان انا هاخد لك حقك كله اللي عملته فيكي، انا هردهولها والله. انا راح اعاقبها على كل حاجة عملتها فيكي يا مريم. اوعدك يا مريم ان انا هعمل كل حاجة عشانك. استني، انا عايزة اقولك حاجة مهمة قوي لازم تعرفيها. رفيف، انتي ما بتعرفيش الحاجة دي، والحاجة دي مهمة قوي ولازم تعرفيها بسرعة. الحاجة دي مخبياها ديما عندها سنين، وكانت يعني كيف بدي احكي لك الحكاية كلها. هي متفقة مع شو اسمها هي دي، ام السيد مراد. ايوه السيدة نعمت. هي كانت متفقة معاها، وشايفة البنت ياسمين دي هي بنتك انتي. ايه؟ انتي ايه اللي بتقوليه؟ ايوه انا مثل ما اقولك. شايفة الحمل اللي انتي حملتيه دي من لحمك ودمك انتي، مو بنت ديما. دي بنتك يا رفيف. انا كنت كاتمة السر ده، انا كنت عايزة اخبيه طريقة، بس انتي كنتي ما بتفهميش الطريقة اللي انا بكلمك بيها.
المهم انت عرفتي كل حاجة ليل، عرفتي مين انا وعرفتي مين بنتك الاصلانية. البنت دي مش بنت ديما، البنت دي بنتك انت ومراد. لازم تاخديها من ديما بأي طريقة ممكنة. لازم تتصرفي، لازم. وكمان تخبري السيد مراد، عشان السيد مراد ما كانش بيعرف اي حاجة. يلا احنا لازم نعمل بجد ونروح نخبر السيد مراد ونعطيه الدلائل. لازم يعرف كل حاجة عشان ندخل السيدة ديما أو ديما دي السجن في أقرب وقت، عشان هي قتلت الراجل يلي انتي قوصتيه ودخلت بيه السجن. أنا بعرف كل حاجة عشان هي كانت بتتكلم قدامي دايما، وأنا كنت عاملة حالي إن أنا مسمعهاش، بس أنا سمعت كل الحقيقة والآن خبرتك بيها. يلا يا رفيف، لازم نعمل بجد وندخلها السجن في أقرب وقت ممكن. ساعدني مراد، أنا عرفت كل حاجة. ايه قصدك يا رفيف؟ شو اللي يصير؟ قوليلي شو اللي صاير، احكيلي ليش عم تبكي. تعالي يلا قوليلي، خبريني بكل حاجة. شو اللي عم بيصير؟ ليه انت عم تبكي يعني؟ في حاجة حصلت؟ شو اللي عم بيصير؟ مراد، أنا عرفت كل حاجة، عرفت الحقيقة كلها. أنا لازم أحكي لك الحقيقة وأقولها قبل ما تيجي ديما بسرعة. أنت لازم تعرف كل حاجة، أنت لازم تعرف كل حاجة ممكنة إنك تعرفها. سمعت كل ده؟ أيوة، دي كلها الحكاية. إيه؟ أنتي شو عم بتقولي يا رفيف؟ أنتي متأكدة؟ أيوة أنا متأكدة 100%. أصلا أختي حكت لي كل حاجة ده. ديما مخبية كل حاجة عليا أنا وياه كمان. أنا ما كنتش أعرف كل حاجة، ما كنتش أعرف أصلا إنه مين بنتي ومين أختي. أنت كنت تعرف اللي أنا بعرفه بس. تعرف إن أختي قالت إنها ميتة وعملت كل ده وأخدتها وحبستها في مكان وخلتها هناك وبعدين جابتها هنا بصفتها خدامة. وبالنسبة للبنت يعني ياسمين هي بنتي أنا وياك يا مراد، مو بنتها هي. مراد أنا كمان مش مصدقة خالص، وكمان انصدمت بالأول لما سمعت كل ده، بس أنا لازم أخد حقي منها، لازم أخد بنتي منها مراد، لازم أخد بنتي منها. دي بنتي أنا يا مراد، بعدتها عني كل السنين دي. رفيف، انت متأكدة اللي انت عم تقوليه الآن؟ انت متأكدة من كلامك؟ ديما عملت كل ده والبنت دي، يعني قصدي مريم هي أختك انت وياسمين كمان بنتك؟ أنا مش مصدق. كيف بتعمل كده؟ كيف بتعمل كده؟ كيف بتتصرف كده؟ أنا مش مصدق خالص يا رفيف، أنا مش مصدق. ده كله يا مراد حصل وأنا مش عارف، وانت كمان ما عرفتش حاجة. دي خطتها هي ودعمت. طبعا انت مش هتصدقني لما تسمع الكلام ده وان امك عملت كل حاجة دي، بس دي الحقيقة يا مراد. نعمة وديما خططوا لكل الحاجات دي اللي صارت معايا ومعاك، وانها حاولت تقتلني كتير مرات بس ما نجحتش. وانا وياك لازم ناخد بنتي منها، لازم اخد بنتي. لو انت مش هتصدقني هروح اعمل تحليل DNA وهتطلع كل حاجة والحقيقة كلها هتظهر. انا مصدقك يا رفيف، بس ده ما يدخلش العقل خالص. يعني كيف بتعمل كده؟ انا مش مصدق خالص. يعني ديما عملت كل ده عشان انت بعدك عليا، عشان تعمل كل ده بس عشان مصلحتها؟ يعني هي عملت كل ده بس عشان مصلحتها؟ انا رح اورجيها والله. انا لازم ادخلها السجن في اقرب وقت ممكن. دي خداعة، دي خدعت كل الناس، دي كمان عملت كل الجرائم دي وانت اللي دخلتي بيها السجن. انا مش مصدق خالص كيف بتتجرأ وتعمل كل ده وانا ما كنتش اعرف خالص بالحاجات دي. مراد هدي حالك، احنا هنتصرف، هنلاقي طريقة عشان ندخلها السجن في اقرب وقت ممكن. بس لازم الان ناخد بنتي منها، لازم نروح نواجهها وناخد بنتنا مننا. ايوه ديما. شوفي مراد، والبنت دي ليه هنا؟ انتي لساتك هنا يا رخيصة، دايما جاية مع مراد كأنك انتي زوجته الحقيقية يعني.
افهمي، ابعدي عليه وخلاص، خلصيني يعني. انت شو اللي بدك منه يعني؟ انت انا شو رح احكي؟ خلاص راسي وجعاني والله. اسمعيني اول حاجة، شوفي يا مراد، في حاجة مهمة يعني، عشان انا عندي مشوار كتير مهم لازم اروح له. مفيش اي مشوار، انا عايزة افهم حاجة. انت كيف اتجرأتي تعملي كل ده؟ انت كيف خبيتي الحقيقة كلها؟ حقيقة ايه يا مراد؟ انت ايه اللي بتقوله يعني؟ حقيقة ايه واللي انا مخبياه يعني؟ اللي قصدك؟ انا قصدي انه ياسمين شو اللي صار فيها؟ شبه يا بنتي شو اللي صار؟ انت كأنك مش فاهمة الحكاية خالص. اي حكاية يا مراد؟ انت هتجنني ولا ايه؟ خبرني وخلاص. ياسمين بنت رفيف، مو بنتك انتي. ايه؟ انت ايه اللي بتقوله مراد؟ انت جنيت ولا ايه؟ انت خلاص جنيت. انا مصدومة بالكلام اللي انت بتقوله. مين اللي قالك كل ده؟ مين الكذاب ده اللي قال كل ده؟ انا مش مصدقه خالص. اكيد انت يا رفيفه، اكيد انت اللي عملتي كل ده بس عشان تبعدي مراد عليا. اكيد انت اللي عملتي كل ده. يلا اتكلمي. انا ما عملتش اي حاجه، الحقيقه ظهرت وانت كنتي مخبيه اختي عليا السنين طويله دي. الاتنين انا بصفقلكم والله، برافو. عايز تعرف الحقيقه يا مراد؟ خلاص، لان الحقيقه بانت كلها خلاص، يبقى انت لازم تعرف الحكايه كلها من الاول. لازم يعني تعرفها. شايف الحاجات كلها دي اللي صارت؟ مو انا بس اللي عملتها وخططت لها، كمان امك اللي عملت كل ده. فهمت؟ يعني مو انا بس بتيجي بتلومني وبتقولي انت اللي عملتي الجرائم دي كلها، كمان امك اللي ارتكبتها. امك اللي خبت على رفيف البنت دي بنتها هي، وهي اللي خططت لكل حاجة. مو انا بس يعني. ايوه انا بعترف ان انا خططت انا وياها وارتكبنا الجرائم انا وياها وحاولنا نقتل رفيف كتير مرات، بس مو انت بتيجي وبتقولي كل الكلام ده ليا انا. الحق عليه بس امك اللي خططت لكل حاجه وانا بس اللي كنت منفذتها. انت عايز تدخلني السجن يا مراد؟ برافو عليكم الاتنين، بس انا عايزه اقولك يا رفيف، مستحيل راح تاخدي بنتي، مستحيل تاخديها مني. يلا اتجوزوا، روحوا اتجوزوا، بس مستحيل تدخلوني للسجن وما عندكمش اي دليل. ما عندناش دليل. فعلا ما عندناش دليل. بس انا نسيت اقولك ان احنا حطينا كاميرا هنا وعم بتسجل الحديث اللي قلتيه كله. وشكرا انك اعترفتي بكل الجرائم اللي عملتيها يا ديما. يلا الشرطة زمانها جاية الآن، والآن بنتي هتفضل بنتي أنا لحالي، أنا ومراد وبس، وانتي هتقضي عمرك كله في السجن مع الفيران. فهمتي يا ديما؟ ويلا مبروك عليك السجن، وكل حاجة دوقتيها إلي أنا هتدوقيها الآن يا ديما. يلا. انتي ايه اللي عم بتقوليه ده؟ مستحيل. انتوا كيف بتعملوا كده؟ ليه يا ربي؟ لازم اهرب من المكان ده. ماما، ياسمين تعالي معايا حبيبتي. ماما شو اللي عم بصير؟ شوفي يا ماما، ايه اللي صاير يعني؟ انا شايفاكم انتي عم تتخانقي انتي وبابا. لا احنا مش بنتخانق يا حبيبتي. يلا خلينا نروح بسرعة. يلا يا حبيبتي يلا. تمام يا ماما. ده مستحيل. ماي ليه الشرطة جاية؟ لا يا حبيبتي دي مش جاية لان احنا مش عارفة يعني، بلكي جاية لحاجة تاني يعني. عشان اقول